السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيدة بلقياكم من جديد في وصفة من وصفات قناتكم مطبخ منيا. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وأنتم تشاهدوا هذا الفيديو في أتم الصحة والعافية. وصفة اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم كيكة بالشكلاط اللي كتجي معلكة ولذيذة وكتجي أكثر من رائعة، وكذلك بصوص اللي غادي نحضروه المذاق ديالو مميز وكيعطي الكيكة ديالنا واحد الطعم رائع. آه، كما دائما كنقول لكم بمكونات بسيطه غادي نديرو كيكه اللي زوينه وعائليه، فنتمنى تعجبكم هاد الكيكه. فما تنسونيش بالبارطاج دائما مع الاصدقاء ديالكم والاحباب ديالكم ولي لايك ديالكم، وشكرا. بقاو معايا تشوفوا المقادير وكذلك الطريقه نتاع التحضير. بسم الله على بركه الله. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجو 3 البيضات يكونوا حجم كبير، دانون كيبقى النكهة على حسابكم، زوج نتاع الساشيات نتاع خمارات الحلويات وزوج تاع الساشي نتاع كاكاو المر. هنا كاس مع عمرش تاع سكر حبيبات، كاس مع عمرش تاع الزيت. بالنسبة للمكون السحري فهو كاس تاع الماء الطايب يكون غليناه، معلقة نتاع الخل، شويه نتاع الملح لتصحيح الذوق. فهادو هما المكونات وبساط بزاف. هذا بطبيعة الحال الدقيق الابيض كنا غربناه. هنا في واحد البول غادي نديرو 3 البيضات، كذلك غادي نزيدو السكر الخشن، غادي نطربو شويه بالطراب واحد المده نتاع 2 دقائق. المكونات البنات راهم جد بساط ولكن كيطلعوا لنا كيكه زوينه، فانا متاكده غادي الا جربتوها غتولي معتمده عندكم لانها بسيطه وفي نفس الوقت كتجي زوينه وكتجي منفوخه. هنا كنزيدو الزيت دائما، ما كنزيدوش في خطره، كنقسمو على 3 المرات 2 مرات. من هنا ملي كنشوف الخليط ديالي ضعف صافي كنحيد الطراب وكنستعمل الطراب اليدوي. هنا زدت شويه تاع الملح لتصحيح الذوق. وهنا كذلك غادي نزيدو دانون اللي قلت لكم كتكون نكهه على حسب اللي بغيتو نتوما واللي متواجد معكم في البيت. غادي نطربوا شويه. هنا كل ما كنزيدو شي حاجه كنطرب واحد شويه باش ينسجموا لنا العناصر. هنا بالنسبه للدقيق غادي نبقى نزيد شويه بشويه. هنا بطبيعه الحال راني غربلته تقريبا خدا معايا 3 الكؤوس، ولكن دائما كنقول لكم بالنسبه للكيكه دائما على حسب عينيكم نتوما، لان البيض يقدر يكون كبير ولا صغير. فكندير شويه بشويه وكنحرك باش ما يتكتليش ولا يدير لي حبيبات الخليط. كما كتشوفوا المكون السحري انا خليته هو الاخير، فبقاو مع الفيديو باش تشوفوا واش غادي نديرو. هنايا درت زوج تاع الاكياس نتاع الخميره تاع الحلويات، وغادي نزيدو عليها زوج الاكياس نتاع الكاكاو المر. غادي نغربلوهم. كذلك غادي نزيدو شويه نتاع الدقيق ديالنا وغادي نخلطو مزيان. هنا واخا غادي تشوفوا الخليط ديالي راه ثقيل، ولكن راه غنزيد فيه داك المطايب غادي خفاف، ما غاديش يبقى هكا. هنا كما كتشوفوا يبان لكم بحال راه قاصح، فانا كنخلط مزيان باش يندمج لي الخليط. هنا غادي نزيدو في اخر المقادير هذيك المعلقه نتاع الخل، وها هو كما كتشوفوه طايب. فهذا هو السر ديال هذيك الكيكه اللي تجي هشيشه بلا ما نسقيوها، بلا ما نديروا لها الى حليب الى قهوه الى والو، هي بوحدها كتجي هشيشه. البنات ما تصوروش شحال كتجي هشيشه. فكما كتشوفوا في الاول كيبان لكم بحال راه قاصح، فاش كديروا له هذاك المطايب كيولي رطب كما كتلاحظوا ومطلوق. فانا هنايا غادي نزيد شويه نتاع الدقيق لان جا خفيف.
حتى كيبان لي القوام تاع الكيكه ديالي مزيانه، ما كيجيش قاسح وفي نفس الوقت ما كيجيش خفيف باش الكيكه ما تهودش، لان الا درنا الخليط خفيف الكيكه ديالنا ما كتجيش طالعه، ولا درناه قاسح الكيكه ديالنا لداخل كتجي ناشفه. فكما كتشوفوا كنطلع هكا باش كيبان ليا القوام، فهذا هو القوام ديالو. هنا صافي غادي ندهن المول، هنا دهنته بالزبده، درت له شويه كاكاو ورشيطو، تقدروا ترشوه بالدقيق ولا كتبقى لكم الحريه. كنطلع يدي دائما باش كيدخل لي الهواء للكيكه. صافي هنا كنضرب مزيان باش يخرج داك الهواء. كنكون سخنت الفرن واحد 5 دقائق هكاك، وكندير الكيكه ديالي طيب. هنا فهذه هي النتيجه نتاع الكيكه ديالي كما كتشوفوها. هنا كانت مازال حاميه، خليتها شويه تبرد، عاد حيدتها بالمول. فهذا هو الشكل ديالها. وهنا هنا البنات كنخليوها حيدتها باش تبرد لان غادي نديرها الصوص غتكون لينا حاميه، غادي نحضروا فضروري خصني الكيكه الصلصه ديالي تكون كتكون بارده. سخونه، كما فهي ضروري كتشوفوا خاصها راه تبرد جات الكيكه منفوخه ديالنا. ما شاء الله فندوزو وجات دابا نشوفوا طريه. المقادير تاع الصلصه كنفتش ديالنا. فيها هذه تبان لكم بلا راها طريه كما كتلاحظوا. فانا هنايا غادي نمر باش نوريكم مقادير تاع الصوص اللي هي بساطين. كاس نتاع الحليب، وغادي ندير معاه ساشي نتاع كاكاو مر، غادي نغربلو. فهاد الصوص كتجي رائعه وكتزيد تعطيها المذاق لهذيك الكيكه ديالكم. هنا كنخلطو مزيان هذاك الكاكاو يندمج لنا مع الحليب، عاد كنديروه فوق النار. فهنا درتو فوق النار، كنخلط مزيان. غادي نزيد نص معلقه نتاع النشا باش يعقد لي هذاك الحليب. كنخلطو مزيان باش ما يتكتلش. وغادي نديرو بالنسبه للشكلاط على حساب اللي عندكم، انا تقريبا درت هنا 9 المربعات او 8 المربعات. صافي كنخلطو هنايا شتها طفيت من غلا هذاك الحليب، طفيت وبقيت كنخلط في داك الشكلاط باش يندمج مع داك الحليب وهذاك الكاكاو. كما كتشوفوا يجي صوص زوين وبسيط، ما مكلفش. غادي نزيدو فيه معلقه صغيره نتاع زبده ونخلطو مزيان. هنا في هاد الاثناء راه تكون الكيكه ديالنا بردت، الصوص ديالنا راه حاميه، وغادي نحاولوا نكبوها كامل على ديك الكيكه ديالنا. هنا تقدروا ديروا ثقوب باش تشرب. انا كانت عندي الكيكه كما كنتو تلاحظوها كانت بحال محلوله من الفوق، فهي بوحدها امتصت هذيك الشكلاط وخليتها هكا عامره بالشكلاط، ودرتها في الثلاجه. وهذا هو الشكل ديالها من خرجتها في الثلاجه، فامتصت كامل هذيك الشكلاط، فجات رائعه البنات. شوفوا شحال جات خفيفه بلا ما سقيتها بلا والو، جات هي لداخل زوينه، جات هشيشه. فنتمنى فيديو اليوم يعجبكم. يعجبكم فيديو اليوم ما تنساوش تبارطاجيوه مع الاهل والاصدقاء وتشجعوني. كذلك ما تنساونيش بلي لايك ديالكم والتعاليق ديالكم كتهمني بزاف وكتفرحوني فاش كنشوف الفيديو ديالي يطلع، وكنعرف بلا المحتوى ديالي كيعجبكم. فشكرا على المشاهده، ودمتم دائما في رعايه الله وحفظه. الى فيديو اخر.